السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم رز بالصياديه. رز بالصياديه بطريقه جميله جدا ورهيب، والجديد عليه اللي انا هحط معاه سبيت. يعني ده رز بالصياديه بالسبيت. المكونات عندي سبيت مغسول كويس ومقطع قطع صغيره، بصله كبيره وملح وفلفل وكمون وبهارات، يلا وزيت زيتون. يلا بينا نعمل معانا. جبت القدر على النار، حطيت فيه معلقتين زيت زيتون، حطيت فيه البصل بتقطعيه كبير زي بصل لما تيجي تعملي كشري كده. من علامات نجاحه ان لازم السبيت يكون متقطع صغير عشان السبيت ده كبير يستوي، وكمان يكون البصل كبير بيطلع معاكي جميل جدا، لان البصل بينزل ما تبقى القطعه بتاعته كبيره بتنزل نسبه سكريات كده مع السبيت والرز، بيبقى نكهته رهيبه جدا. بتفضلي تقلبي فيه وتشوحي فيه زي ما انا بعمل معاكم كده، لحظه بلحظه بنفضل نقلب فيه كده. خلاص بدأ جف خالص، والسبيت بدأ يستوي عندنا وجفت السوائل اللي نزلت من السبيت. تبدأي تضيفي عليه الرز وتفضلي تحركي فيه وتحمسيهم كويس مع بعض. يعني بالمصري تحمريهم كويس مع بعض. حمرتيهم كويس جدا جدا وبدأ الإدام يبان، تبدأي تحطي نص معلقة بهارات سمك، وبعدين تحطي معاهم نص معلقة كمون وربع معلقة شطة ومعلقة ملح. قلبي كويس لغاية ما يبقى عندك كده الرز برضو كله بدأ الإدام يبان فيه، والنكهة بتاعته بقت جميلة وريحته بقت طيبة. كمية المية اللي هتحطيها هتكون مية مغلية، وتحطيها مرة ونص قد الرز. ماشي، حابب تسيبيه بقى يستوي، ولما يستوي هيطلع عندك رز جميل جدا وخطير. جربوه، قولوا لي ايه رأيكم في التعليق.